السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة هو علامات تفضح إدمان النرجسي ليكي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. من المعروف ان النرجسي لا يحب، ولكن النرجسي هو شخص مدمن، يدمن وجودك، يدمن كلامك، يدمن وجودك في حياته. النرجسي هو شخص روتيني، يعني يحب الروتين ويعشق الروتين، واي حاجة تيجي بعيد عن الروتين فبتسبب له قلق وتوتر، وبيحس ان اليوم مش هيعدي. يعني اي حاجة بعيدة عن الروتين الاساسي لليوم الطبيعي بتاع النرجسي بيحس ان الموضوع مش ظريف. تمام. فالنرجسي دايما من اكتر العلامات اللي بتفضح النرجسي على ادمانه ليكي هو غضبه عليكي اثناء وجود الاخرين. طبعا انت بتاخدي الموضوع على اساس انه تطاول، او انه غيرة، او انه بيقلل من شأنك قصاد الاخرين، ولكن الحقيقة انه عايز يفهم الاخرين انك المفروض انك انت تهتمي بيه هو اكتر من الضيوف، اكتر من الاخرين. عايز يفهم الاخرين انك بتهتمي بيه اكتر منهم، اكتر من وجودهم معاكي. تمام. عايز يفهم كل الناس انه اهم شخص عندك، انه اهم شخص انتي بتتعاملي معاه في حياتك. خلاص، الموضوع ده مهم جدا 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 عند النرجسي، وعشان كده دايما بيهاجمك لما تيجي تتكلمي قصاد الناس، لما تيجي في حديث قصاد الناس وبتتكلمي وناس ابتدت انها تستمع لك وكده، نلاقيه ياخد اللقطة منك على طول، ياخد الشو منك على طول، وبيحاول انه ما يظهرش جمال شخصيتك ولبقتك وخفة دمك قصاد الناس، مش على سبيل برضو الغيرة، ولكن بيبقى على سبيل انه عايز يستحوذ على كل حاجة تخصك انت بالنسبة للنرجسي ملكية خاصة. كل حاجة هتصدر منك عايزها تصدر منك انت، ليه هو بس، مش انها تصدر منك لناس تانية او لحتى اولادك، او انك انت تهتمي حتى بنفسك. تمام. النرجسي إذا شعر بالأمان أدمنك. وإمتى النرجسي يدمنك؟ يدمنك عندما تكوني أنت بتحسني صورته قصاد الناس، بتوهميه انك مصدقاه. يعني انت بينك وبين نفسك مش مصدقاه، وقادره انك انت تصدقي انت مشاعرك ومش مصدقاه هو، ولكن انت بتوهميه انك مصدقاه، بتوهميه انه دايما على حق، بتوهميه انه دايما، فانت دايما هو شايفك مصدر امان، مصدر خط دفاع الاول ليه، بتدافع على طول عنه قصاد الناس، وبتحسني صورته قصاد الناس، انسانه امينه في كل شيء، فبالتالي بتبقي مصدر امان للنرجسي. واذا شعر النرجسي بكل الامان انك انت مش ضده ابدا، انك انت مش حاسه باضطرابه خالص، فبيعتاد وجودك وبيدمنك. تمام. النرجسي بيصمم دايما انك تسيبي كل حاجة في ايدك. يعني هو مش عايزك تهتمي بأي حاجة في ايدك، حتى لو كان حاجة انت بتعمليها في المطبخ، اي حاجة هو عايز وقت ما هو موجود في البيت انت اهتمامك كله منصب عليه هو. خلاص، يألف ويكذب ويخادع وياخد راحته في الكلام بما فيه الكفاية، ولكن يعتاد وجودك جنبه، خصوصا لو والدته متوفية، فهو بيبقى وجودك جنبه مصدر امان كبير جدا 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 ليه. خلاص، فبيبقى دايما النرجسي بيحرص دايما على انك تكوني مهتمية دايما بيه. خلاص. طيب، النرجسي بيبقى شغوف بمعرفة اللي انت بتحبيه، مش عشان يوفره، ولكن ليعلقك باللي انت بتحبيه، يوفرهولك فيعلقك بيه، وبالتالي يقدر ان هو يتلاعب بيكي ويسحبه منك في الوقت اللي هو عايزه. تمام. فبالتالي
الموضوع ده بيخلي النرجسي قادر انه يتلاعب بيكي كويس، حاسس بالسيطرة، حاسس بالانتصار، وبالتالي اللعبة دي بتحسسه بيعتادها وبيحبها، وبالتالي بيبقى مدمن عليها ومدمن على وجودك في هذه الحياة، لانك انت من غير وجودك هو مش هيعرف يمارس على حد اي سلطات او اي انتصارات ولا اي حاجة خالص. تمام. من العلامات اللي بتدل على ادمان النرجسي ليكي ان اما انه يحب ينكد عليكي، يحب يستفزك كتير، يحب انه يخليكي على طول حزينه، فهو بالتالي هو بياخد وقود، وبالتالي هو مدمن على الوقود، فبالتالي انت بالنسبه له مصدر ادمان. تمام. او انه يضحك ويهزر ويبقى دمه خفيف، ف تبقي ياخد انتباهك وياخد اهتمامك، وبالتالي يجذبك ليه اكتر، لانه وجودك في حياته مهم، وجودك في المكان اللي هو قاعد فيه مهم. النرجسي بيكره الوحدة، بيخاف من الوحدة، ما بيحبش الوحدة، فبالتالي النرجسي لما بتسيبيه حتى لوحده في غرفة حتى بيبقى متضايق، فعلشان يجذبك، علشان يجبرك انك انت تبقي قريبة منه، فإما حاجة من الاتنين، يا إما يجذبك باختراع خناقة، يا إما يجذبك عن طريق الضحك والهزار. تمام. طيب النرجسي كمان بيهتم بشكله، هو النرجسي بيهتم بشكله عامة، مش عشانك ولا حاجة، ولكن بنلاقيه برضو انه بيهتم بشكله برضو قصادك، علشان يجذبك ليه، علشان يكمل الصورة الذهنية ليه في ذهنك انت، يكملها بقى بالثقافة، بالكلام الحلو، بالشكل الحلو، يكمل الصورة كلها فتقتنعي بيه، وبالتالي يضمن وجودك ويضمن وجود الشيء اللي هو اعتاد عليه اللي هو حضرتك. خلاص. النرجسي برضو بيحب انه يكون قريب منك، خصوصا لو كان نرجسي جسماني. خلاص. فدي برضو من العلامات ادمان النرجسي ليكي، هو حبه انك تكوني قريبة منه، حب التلامس او غير ما الى ذلك. فلو كان نرجسي جسماني برضو دي من الحاجات اللي بتحسسه بالسيطرة عليكي، بتحسسه انك قريبة منه، وهكذا. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابقة ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.